الفيديو ده هيساعدك تطلع من كمية الإحباط اللي عندك وتقوم وتحاول مع مجموعة الأشخاص اللي على اليوتيوب دول. بصراحة معرفتهم كنوز. القنوات دي عن تجربة بجد وعملت معايا أنا فرق شاسع، هتزيدك معرفة وهتزيدك إن أنت يبقى عندك الشجاعة وعندك القوة إن أنا آخد التجربة أو آخد الخطوة دي، بدل الطاقة السلبية اللي بتجيلنا عن طريق الأخبار وطريق الزلازل الكلام ده كله اللي ابتدت تبقى متوفرة أكتر على السوشيال ميديا. يعني الحاجات دي كانت بتحصل زمان كتير بس دلوقتي بقينا مترقبينها. بينزل على الفيسبوك العالم كله يعرف بقى ايه هو ده الخبر اللي بيجيب ترند. فمثلا حصل زلزال في المكان الفلاني، كل الناس عرفت، فربنا يحفظنا من كل ده. في طاقة إيجابية لازم تبقى عندك، مثلا زي ما الناس اللي بتديك الأخبار والطاقة السلبية دي، في ناس كمان بتديك الطاقة الإيجابية، والاتنين موجودين على السوشيال ميديا. يعني لو أنت عايز تاخد طاقة سلبية في الأخبار والكلام ده كله، ولو عايز تاخد طاقة إيجابية خليك مع الناس دي. أول واحد بجد وأنا اتعلمت منه حاجات كتير جدا، واتضح إن تعليم الإنجليزي هو يعني يعتبر حاجة بسيطة أنت بتقويها كل شوية، يعتبر كأنك بتاخد مهارة بتنميها. لا وايه وما اكتفاش بالانجليزي بس، قال انا هعمل تطبيق تاني يكون فيه لغات كتير، يعني زي الفرنساوي وزي الالماني وزي الصيني، اللي عليه الانجليزي قوي جدا اسمه زي امريكان انجلش، واللي عليه الباقي اللغات دي على برنامج اسمه طليق. ده بيساعدك تدرس لغات غير الانجليزي بحاجه كده بسيطه، اللي هو يبسط لك الامور جدا. اسمه استاذ ابراهيم عادل، ممكن تبحث عليه على النت على جوجل يعني، او ممكن تبحث عليه على اليوتيوب هتلاقيه طالع لك في كل حاجه. يعتبر سمعته سابقاه بصراحه، من الناس الفظيعه جدا واللي هتساعدك ومش طالبه منك اي حاجه. وبعد ما مشى شويه في موضوع اللغات حب يطور نفسه في البرمجه، فعمل لنا برنامج اسمه اوكتو كود. هكتب اسمه موجود على الشاشه عشان كله يعرفه. ده بيساعدك في البرمجه في لغه اسمها لغه بايثون. كل ده هو مش محتاج دعايه، والناس دي اساسا مش محتاجه دعايه، بس في ناس ما بتبقاش عارفه الاشخاص دي، فاضمن لك انك هتستفاد لو دخلت عند استاذ ابراهيم. ومن الناس اللي بحبها جدا فعلا وشخصيه رائعه جدا اليوتيوبر ناصر العجيلي، صاحب قناه دوبا ميكافين. هو بيشرح لك الكتاب بمعلومه سهله وبسيطه وميسره، يعني انت مش محتاج اي حاجه غير انك مثلا الكتاب نفسه ممكن ياخده لك في كذا حلقه. الحلقه تقعد بقى كده تجهز القهوه بتاعتك يا باشا وتقعد معاه، ده هيظبط لك الدنيا. يعني في حاجات عن اداره المال، وفي حاجات تانية بتظبط لك وقتك، عن كتب زي العادات السبعة للناس الأكثر فعالية. يعني في كتب جميلة جدا هو بيشرحها على نفس القناة. الشخص الثالث فعلا اللي بيساعدك جدا بالذات لو انت في ثانوية عامة، أحمد أبو زيد، قناة دروس أونلاين. ده شخصية فعلا رائعة جدا، ده بيسهل لك الدنيا برضو، بيحاول يشرح بعض الكتب اللي هي بتبقى انت محتاجها في فترة معينة. بيحاول كمان يشرح لك الأزمنة بتاعت الإنجليزي بصورة مبسطة وحلوة كده وسهلة. يعني خلاصة كده بعد ما بتسمعه تحس ان انت هتقوم كده تكسر الدنيا خلاص، هتقوم ايه هتدور على حلمك ومش هتسيب حاجة تاني. لو مشيت مع الناس دي ده مع ده مع ده هتلاقي الدنيا حلوة معاك، وبتحاول انت تطور من نفسك، هيجيلك الشجاعة والحماس، ما تسيبش نفسك ابدا يا بطل. والقناه الاخيره فعلا دي قناه فيديوهات كده بسيطه، يعني من 5 ل6 دقائق، دي بتديك ايه جرعه طاقه مش موجوده في اي حته تاني. القناه اسمها BDM، وهحط لكم الصوره بتاعتها دلوقتي. هتطلعك بعد ما تسمع الفيديو خلاص انا مش شايف حاجه تاني قدامي غير حلمي، هدمر الدنيا كلها بس اوصل لحلمي. تبقى واصل لقمه الحماس جدا وبعد كده تلاقي نفسك بتنزل. بس كويس انك تحافظ على انك تبقى واصل لقمه الحماس، وتحاول كل يوم تعمل حاجه بسيطه. على اخر الاسبوع هتلاقي عندك كميه حاجات انت عملتها فعلا جباره. بس لما تبدا واحده واحده، يعني انت بتبدا السلمه الرابعه الاول، بتبدا السلم واحده 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 واحده، بتبدا تطلع بقى يا معلم. ولو وصلت لنهايه الفيديو انت شخص قوي، انت بطل. صدق نفسك بجد انك تقدر، بدل في شخص تاني عمل نفس اللي انت بتحاول توصل له. ايا كان بقى ايه حلمك او انت عايز توصل لايه، يبقى انت فعلا تقدر. محتاج شويه قوه ومثابره وهتوصل. ولو انت اول واحد، ربنا اللي اداك الفكره دي اكيد مش هيسيبك في وسط الطريق. انت اسعى وربنا هيكمل معاك، لكن لو انت نمت كل سنه وانت طيب. وبقول لك يا صاحبي ما تنساش لايك وسبسكرايب وشير، عشان خاطر ده كله بيدعمني وانا بحاول اوصل المعلومه انا على قد ما اقدر. يعني يا رب تكون استفدت ب1% او نص يا عم في المية، انا راضي، بس اهم حاجه تكون استفدت. سلام يا ابطال.